ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. يلا عشان نبدا الفيديو. النهارده هكلمكم يعني هقول لكم ملاحظات عن يونت 10. ماشي. عن الكلمات بقى، مش المره دي مش جرامر، لان خلاص خلصنا جرامر يونت 10. ف هكلمكم عن ملاحظات ما بين فروقات ما بين كلمات متشابهه جدا، ومش مستاهله ان انا اعمل ما بين واحده فيديو، فاهماني؟ يعني مش مستاهله فيديو ان انا اتكلم عن، يعني هتكون صغيره جدا، فانا قلت اجمعهم كلهم في فيديو واحد ونقولهم كلهم في فيديو واحد وعليهم الامثله. ماشي. فما ينفعش تخشوا في فيديو وانتوا مش معاكم ورقه وقلم، وما ينفعش تكونوا داخلين فيديو برده وانتوا مش عاملين لايك للفيديو. ماشي. فروح اعمل لايك للفيديو وهات ورقه وقلم، وما تنسوش تصلوا على النبي ولا عشان نبدا الفيديو. اول حاجه لو انا عايزه اقول قناه السويس، فانا هقول ايه؟ هقول سويس قناه، قناه السويس. طيب في كمان كلمه بتساوي كلمه قناه السويس. طبعا يعني لحظه كده، انا بتكلم عن يونت 10. ماشي، بتكلم عن كلمات يونت 10. ماشي. فانتوا تكونوا حافظين الكلمات وتعالوا بقى راجعوا معايا اهم ملاحظات. ماشي. انا ممكن اقول قناه وممكن اقول شانل. يعني كلمه شانل دي بتساوي قناه، وكلمه قناه دي بتساوي قناه، يعني دي قناه ودي قناه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بصوا، كلمة شانل ممكن تيجي بمعنيين، ممكن تيجي بمعنى قناة طبيعية اللي هي فيها مية، قناة مية. ماشي. ممكن كمان تيجي بمعنى قناة تلفزيون اللي هي بنشوفها على التلفزيون، القنوات يعني. طيب هي بقى لو كانت جاية بمعنى القناة اللي فيها مية، قناة المية، هتكون قناة بس الإنسان ما تدخلش فيها، يعني الإنسان ملوش أي دخل. قناة طبيعية هي لقيناها كده، هي موجودة على الأرض كده، يعني ربنا اللي خلقها. ماشي. محدش ليه دخل فيها. ولو كانت بمعنى قناة تلفزيون فهي قناة تلفزيون. ماشي. يعني زي قناة مثلا MBC، دريم، قناة دريم، قناة مثلا 7، القناة التانية، القناة الأولى، تمام، قناة MBC مصر. ماشي. كل القنوات دي بنقول عليها شانل. ماشي. وممكن تيجي بمعنى قناة مية بس تكون مية طبيعية، قناة طبيعية محدش ليه دخل فيها ولا حد هو اللي حفرها. اما بقى كلمة قنل اللي هي الأولى دي معناها قناة مية بس، ملهاش معنى تاني، هي قناة واحدة بمعنى قناة مية، بس الإنسان هو اللي حفرها بقى، يعني دي بتدخل الإنسان. ماشي. وأشهر قناة في العالم قناة طبيعية، يعني إيه هنا اكتشفناها لقيناها كده، يعني ربنا اللي خلقها، هي قناة موجودة في إنجلترا، تمام، اسمها انجليش شانل. ماشي. يعني قناة إنجليزية يعني، أو قناة في إنجلترا. ماشي. بس فدي كانت أكبر قناة يعني في العالم، وأشهر قناة ماشي في العالم كله، موجودة في إنجلترا. زي نهر النيل كده، يعني مثلا نهر النيل موجود في مصر، بس نهر النيل ميه عذبه، اما القناه لا. ماشي. ما ينفعش في النقطه دي او القاعده دي ان انا اقول مثلا لو جالي في الاختيارات A و B، ما ينفعش اختارها. ما ينفعش اقول شانل وقنل، ما ينفعش اختار الكلمتين دول مع بعض في اي سؤال، لان ما فيش اي فرق ما بينهم، ما فيش اي تشابه ما بينهم، قصدي يعني مش متشابهين في حاجه، دي مختلفه ودي مختلفه. فالقاعده دي لو جالي A و B لا، ما اختارهاش اصلا. تمام. طيب بصوا المثالين دول. اول حاجه ذا ماتش از اون نقط تو، فانا هختار بقى شانل ولا اختار كانال؟ طبعا قلنا الفرق ما بينهم، وهنختار شانل الاولى، لان هي دي معناها قناه تلفزيونيه، قناه على التلفزيون. فهو بيقول ان المباراه هتكون او الماتش هيكون في القناه التلفزيونيه اللي هي رقم 2 مثلا. ماشي. المثال التاني بقى بيقول they are dying. كلمه dying دي يعني معناها يحفر، فهو ده زمن مضارع مستمر عشان في فيرب تو بي اللي هو ار، والفيرب بلس ING. ماشي. فهنا كده مضارع مستمر، فهم مستمرين بيحفروا. ماشي. فانا هقول ايه؟ هما بيحفروا قناه، فاكيد بيحفروا قنل عشان يزودوا الميه او عشان يوفروا ميه، فهنختار قنل التانية علشان دي حد، يعني الانسان ده دخل فيها. طالما بتدخل الانسان يبقى على طول نختار قنل. طيب دي كانت النقطه الاولى. النقطه التانية معانا وهي كلمه سبيس يعني فضاء. ممكن يعني هتيجي على 3 مراحل، ممكن نقول سبيس بس، ممكن نقول سبيس، وممكن نقول ان سبيس اوف. طيب اول حاجه كلمه سبيس طبعا كلنا عارفين معناها الفضاء، معناها الفضاء، فانا ما ينفعش احط لها ما ينفعش اقول ذا سبيس، ما ينفعش احط لها ارتكل، ما ينفعش احط لها اداء، لان هي معناها الفضاء، يعني هي لوحدها معرفه. ما ينفعش اقول ذا سبيس يعني معناها الفضاء، فمش هينفع، فما ينفعش نقول ذا سبيس. لكن ممكن تيجي معاها ممكن نقول اسبيس وقتها هتكون المعنى مختلف تماما، هيكون معناها مساحه او مكان فاضي او فراغ. يعني مثلا لو انا قلت انا
مثلا لقيت مكان فاضي فركنت العربيه مثلا، فانا ركنتها في مكان فاضي، فانا وقتها اقول اسبيس. ماشي. تالت حاجه اللي هي ان اسبيس اوف، ده مصطلح كده على بعضه او تركيبه على بعضها معناها في خلال. ماشي. معناها ايه؟ معناها في خلال. فاكيد منطقي جدا ايه معناها في خلال، اكيد هيجي بعديها فتره زمنيه. يعني مثلا انا خلصت واجبي مثلا في خلال ساعه، ماشي، فهنقول وقتها ان اسبيس اوف. هنا بنقول رواد الفضاء يقدروا ان هم يسافروا فين؟ يسافروا الفضاء، صح؟ يبقى سبيس. تاني مثال هو قدر ان هو يركن العربية في مكان فاضي، فهنقول اسبيس. مكان فاضي يبقى اسبيس. تالت سؤال بقى بيقول ان انا سوف اخلص واجبي او سوف انهي واجبي في خلال ساعة. ايه الكلمة اللي هنا قلنا ان بيجي بعدها فترة زمنية؟ لان في هنا كلمة اور. ايه هي الكلمة؟ اللي هي ان اسبيس اوف، انها معناها في خلال وبيجي بعدها فترة زمنية، فهنقول ان اسبيس اوف. في بقى المعلومة الثالثة معانا، وهي معلومة مهمة جدا 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 جدا، يعني المفروض تتصوروا. والسؤال ده جه في ثانوية عامة، تمام؟ يعني هو جه في ثانوية عامة، تكتبوها على الحيطة كده لحد ثانوية عامة، او تلزقوها جوه دماغكم كده، تلزقوها بجد يعني ما تنسوهاش. ان اي كلمة نفي بدأ في اول الجملة كده، انا هختار على طول بعديها فعل مساعد. انتوا عارفين طبعا ان في الجملة العادية بتكون من فاعل، بعد كده عادي بقى فعل، ماشي، يعني فاعل وفعل. مثلا هي دز، ايا كان بقى بعد، ماشي، فانا بقول فاعل بعد كده فعل بعد كده عادي باقي الجمله. اول لما الاقي كلمه عندي نفي في اول الجمله، او ما اشوف كلمه نفي في اول الجمله، فانا هختار على طول بعديها فعل مساعد. مش همشي على القاعده الاساسيه، انا هختار على طول بعديها فعل مساعد. ايه كلمات النفي بقى اللي هي ممكن تجيلنا في اول الجمله؟ زي كلمه هاردلي، كلمه سيلدم، كلمه نو سونر. كل الكلمات دي منفيه، فاول ما اشوفها على طول اختار بعديها ديد، اختار بعديها هاد، اختار بعديها داز، اختار بعديها دو، اختار فعل مساعد. اي جمله في الانجليش بدات بكلمه نفي اختار على طول بعديها فعل مساعد. seldom، not only، no sooner. only معناها بصعوبة، فهي برضو كلمة منفية يعتبر. only معناها ليس فقط، و no sooner معناها مش بس، فهم كل دول كلمات منفية، تمام؟ فانا هقوم اختارهم اول ما اشوفهم على طول بادئين باول جملة كده، اختار على طول بعديها فعل مساعد. ومعلومة دي جت في ثالثة ثانوي، جت في ثالثة ثانوي في الامتحان، انا قلت اهو. لكن بس هما لو جم في نص الجمله فعادي، يعني لو هما شفتوا اي كلمه من الكلمات اللي انا لسه قايلها من شويه دول جم في نص الجمله فهي كلمه عاديه، يعني هقول فاعل وباقي الكلمه، ماشي، باقي الجمله يعني. لكن لو اول ما اشوف الكلمات دي لازم بشرط اساسي عشان اختار فعل مساعد، لازم الكلمات دي كلها تكون بادئه باول جمله. لكن لو في نص الجمله عادي، مفيش يعني، عادي امشي بالقاعده العاديه اللي هي فاعل وفعل. طيب اول حاجه نشوف المثالين دول. اول حاجه طالما اول حاجه عيني جت على كلمه نوت اونلي، اول حاجه موجوده في اول الجمله، يبقى على طول اختار بعديها فعل مساعد، والوحيده اللي في الجمله did he، تمام؟ هي الوحيده اللي فيها فعل مساعد جاي الاول. التاني سؤال برضو نفس الكلام، كلمه نيفر برضو معناها ابدا، ومن الكلمات اللي هي اول ما بتيجي في اول الجمله بختار فعل مساعد الاول، فاختار does he. معنى يخاف يعني ايه؟ معنى كلمة يخاف يعني عندنا 3 كلمات، افريد وسكيرد وفرايتند. طب دول بييجوا معاهم حرف جر ايه؟ في قاعدة برضو، اي كلمة بتدل على خوف، او اي تعبير بيدل على خوف، او اي كلمة يعني بتدل على خوف، اختار معاهم على طول حرف جر اوف. يعني دي قاعدة، اي كلمة بقى بتدل على الخوف بيجي معاها حرف جر اوف. يعني افريد اوف، سكيرد اوف، فرايتند اوف. طب انا بقى عايزه اقول انا بخاف، يعني انا عايزه اجيب الفيرب نفسه الفعل، فانا اقول ايه؟ فانا اقول فير اللي هي اف اي اي او ار، معناها يخاف او يخشى. وممكن كمان تيجي معانا نون معناها خوف برضو، يعني الكلمه دي نون واسم، نون وفيرب قصدي، ماشي، نون اسم وفعل، ماشي، معنى يخاف او يخشى، او ممكن تيجي معانا خوف، وكده كده هتيجي معاها حرف الجر اوف لانها بتدل على الخوف. اي كلمه بتدل على الخوف، اول ما نشوف كلمه بتدل على الخوف بيجي معاها على طول حرف الجر اوف، تمام؟ دي قاعده. عندنا 3 كلمات شبه بعض جدا ويلخبطوا جدا برضو. ال3 كلمات دول، اول حاجه كلمه سبيل معناها يشتهجى، يعني انا مثلا بشتهجى الكلمه النطق ده، ماشي، فبنطق يعني بشتهجى، ماشي. فدي التصريفات بتاعتها ايه؟ سبيلت، تمام؟ يبقى تي في الاخر، يعني معناها يشتهجى. في كمان كلمه شبهها حرف بس هو المختلف اللي هو الاي، بدل الاي خليناه اي، ماشي. فكلمه سبيل بالاي دي معناها ايه؟ معناها يدلق او يعني او يسكب، تمام؟ بدلق حاجه، ماشي. برضو التصريفات بتاعتها الاخر بيبقى تي، يعني سبيلت، بس المختلفه عن اولى انها في هنا اي، تمام؟ يعني الاي دي معناها يدلق،
تمام. واللي بالاي معناها يشتهجى. في كلمه بقى تالته برضو شبههم، بس الاي يعني هنا عندنا الاي الاول بعد كده ال، لا هنا بقى ال الاول بعد كده الاي. ماشي. يعني الكلمه دي معناها ايه؟ معناها انشطار اي حاجه بقى او انقسام، يعني لا ينشطر او ينقسم، دي فيرب بقى ماشي بمعنى ينشطر او ينقسم. زي مثلا يعني انشطار الجلوكوز، او مثلا الانشطار النووي او انقسام الخليه كده يعني. فمعناها ينشطر او ينقسم، يعني حاجه تتقسم من نصين يعني. فهاخد بالكم قوي من الثلاث كلمات دول، والتصريف بتاعها هو كل واحد، يعني الاول زي التاني زي التالت. فانتوا خدوا بالكم قوي من الكلمات دول الثلاثه عشان ما تلخبطوش ما بينهم، واحفظوهم صم. هقول لكم كلمه طبعا انتوا كلكم عارفينها بس هي مهمه، كلمه remarkable. remarkable يعني ملحوظ او يعني مهم، حاجه بارزه او ملحوظه او حاجه مهمه يعني، بيساوي كلمه important. طيب العكس بتاعها ايه؟ نفيها ايه؟ not important. يعني سهله، اي كلمه عايزين تجيبوا له نفي حطوا نوت على طول بس. انكم يعني الدخل، عكس لو انا مثلا عايزه اقول الدخل القومي فاقول ناشونال انكم. تمام. فالكلمه دي مهمه جدا في الترجمه. طيب ماشي. كلمه سيرش يعني بحث او يبحث. تمام. تنفع نون وتنفع فيرب، معنى بحث او يبحث. انا عايزه اقول مثلا هو بيبحث عن وظائف جديده، فانا اقول ايه؟ فانا اقول مثلا هي سيرشز، احط اس في الاخر عشان هو هي مفرد فاعوض عنه باس. عايزه بقى اقول يبحث عن، انا بقى جايبه المثال ده عشان اقول كده. عايزه اقول يبحث عن، يعني ايه الحرف الجر اللي يجي مع كلمه سيرش؟ بيجي معاها حرف فور، سيرش فور يبحث عن. ماشي. فانا اقول سيرش فور، هي سيرشز فور نيو جوبز. تبقى القاعده سيرش فور بتساوي كلمه لوك فور معناها يبحث عن. ممكن اقول ان سيرش اوف معناها بحثا عن. مثلا انا مثلا خارجه مثلا بحثا عن الغذاء او بحثا عن الطعام، مثلا خارجه اشتري، رايحه السوق مثلا عشان بحثا عن الغذاء، يعني رايحه اشتري طعام يعني واكل كده. فانا اقول ايه؟ ان سيرش اوف يعني بحثا عن. الكلمتين دول مهمين جدا وكانوا موجودين في الترم الاول. كلمه سورس وريسورس. اول كلمه سورس معناها مصدر. تمام. كلمه بقى ريسورس لما نضيف ليها ري تبقى معناها موارد او مورد او مورد يعني. ماشي. مورد واحد. طيب ايه الفرق ما بين كلمه مصدر ومورد؟ يعني انا شايفاهم الاتنين شبه بعض جدا. بصوا الفرق ما بينهم بحاجه شعرايه كده، فاهماني؟ حاجه بسيطه جدا. ان كلمه مصدر ده يعني حاجه برجع ليها، يعني مصدر برجع ليها بس حاجه من صنع الانسان، يعني حد اللي خلقها، يعني حد هو يعني انسان ليه دخل فيها. مثلا لما اجي اقول مثلا كتاب المعاصر، تمام، انا مثلا برجع لمصدر الكتاب المعاصر. انا واقف معايا مثلا كلمه فبقوم ارجع للمصدر اللي هو ايه؟ الكتاب المعاصر. فالكتاب المعاصر ده هو نزل كده على الارض؟ لا، هو ربنا، مش ربنا اللي خلقه، لا ده مدرس هو اللي يعني صمموه كده، او الناس يعني صمموه، الناس هم اللي يعني هم الناس اللي تبعوه. ماشي. فالناس هم اللي جابوه. ماشي. فالانسان ليه دخل فيها. اما كلمه مورد يعني موارد طبيعيه، طبيعي جدا انها الانسان ملوش دخل فيها، زي مثلا مناجم، نحاس، ذهب، المونيوم، حديد، فضه، منجنيز. ماشي. اي حاجه، اي مورد، اي حاجه طبيعيه ملناش دخل فيها. المورد دايما بيكون الانسان ملوش دخل فيها، يعني الميه والمناجم وكل الحاجات دي ملناش دخل فيها، فعشان كده بنقول عليها ريسورس مش سورس. اما لو انا هقول مثلا عايزه اقول مثلا معلوماتي، مثلا المصدر بتاعها من مثلا القاموس او من الكتاب، فانا برجع للمصدر ده. فحاجه الانسان خلقها، حاجه الانسان عملها، الانسان ليه دخل فيها، فبقول سورس. طول ما الانسان ليه دخل في حاجه اقول سورس. طالما الانسان بره الموضوع خالص وربنا هو اللي خلقها اقول ريسورس. تمام. معلومه جميله برضو، كلمه فاوند. فاوند دي معناها ايه؟ الاول قبل ما اقول معناها انا عايزه اعرف هي انت بتقولي لي ماضي ولا مضارع، حسب، لان هي ممكن تيجي ماضي ويكون معناها مختلف، وممكن تيجي مضارع ويكون معناها مختلف. طيب كلنا عارفين كلمه فايند يعني يجد، ده فيرب مصدر عادي فعلا في المضارع. لو انا عايزه اجيب منه ماضي او التصريف الثالث فاوند. ماشي. فاوند بقى هنا ماضي فهيكون معناها وجد. طيب ممكن بقى فعل تاني اسمه فاوند يعني يؤسس. ماشي. لو انا قلت بقى فاوندد فهي هنا مضارع اصلا مش ماضي. هي ممكن تيجي على مرتين، ممكن تيجي على حالتين، ممكن تيجي ماضي وممكن تيجي مضارع. لو جت مضارع فهي معنى يؤسس، لو جت ماضي فهي معناها وجد في ماضي بقى. تمام. طيب لو هي جت بقى بمعنى يؤسس بيساوي كلمتين بالظبط، بيساوي كلمه set up يعني معناها ينشئ او يعني ينشئ يعني او يؤسس. بيساوي كمان كلمه اسمها establish. تمام. الكلمه دي حلوه قوي برضو، establish معناها يؤسس. كلمه بقى لو انا عايزه اقول اكتشاف اقول ايه؟ find يعني اكتشاف. مثلا لما اجي اقول ايه
ده يبقى الموضوع ده اكتشاف، فاهماني؟ فهقول افايند يعني اكتشاف، دي كده هتكون نون. طيب انا بقى لو عايزه اقول مؤسسه، مثلا دكتور مجدي يعقوب عامل مثلا مؤسسه القلب مثلا، ان هو يعني يكشف على العيال اللي هي القلب وكده يعني، ماشي. فانا عايزه اقول مؤسسه مثلا مؤسسه دكتور مجدي يعقوب، فانا اقول ايه؟ فاونديشن بالنسبه للبنات طبعا انتوا عارفين هو ايه، بيبقى بيتحط على بشره وكده، فبيجي برضو معنى مؤسسه. طيب في سؤال جميل جدا وانا عايزه اقوله لكم، كلمه فايندينج، لا هو سؤال ماشي، فالاختيارات في الاول فايندينج ولا فاوند ولا فاوندينج، ماشي. his own company he hired some employees. فانا بقى هقول ايه؟ بصوا هو دي فيها جرامر مع كلمات اتنين مع بعض. طيب اول حاجه الجرامر بتاع يونت 10 افكركم ان كان بيتكلم عن الماضي التام، ذا باست بيرفكت، ماشي، الماضي التام. فكان الماضي التام دايما يكون فيه روابط، تمام، لان كان لازم يكون في حدثين، واحد سبق التاني او الاتنين تموا في نفس الوقت، صح؟ طيب هنا بقى قلنا ان ساعات الرابط، او انا ما قلتوش الصراحه في الجزء ده في الفيديو، بس هقولها لكم دلوقتي، ان ممكن الرابط يتحذف من مش من الفيديو، يتحذف من الجمله. ممكن الرابط يتحذف من الجمله اللي عندي، يعني ممكن انا عندي مثلا افتر، تمام، فانا بصوا اول حاجه ممكن الرابط يجي عادي والفعل يتحذف. لو الفاعل جه لو الفاعل ما جاش وفي رابط، يعني مثلا افتر كم، مفيش اي ولا اي حاجه، مفيش فاعل، فانا على طول هقول coming. طالما مفيش فاعل فانا على طول اختار الفيرب بلس اي ان جي بعد الرابط، يبقى افتر coming. يعني ممكن اقول افتر اي had come، انا كده جمله عادي افتر اي had come. ممكن اشيل بقى اي خالص، اشيل الفعل خالص من الجمله، واقول على طول الفيرب اي ان جي بعد الرابط. طول ما فيش فعل الرابط بعديه على طول اي ان جي، ده اللي انا عارفينه، وعلى فكره ده كان موجود في اولى ثانوي، تمام، دي قاعده عاديه. طيب انا بقى لو انا شلت كمان الرابط، يعني انا مره شلت الفاعل وقلت خلاص هجيب اي ان جي بعد الرابط، طب انا لا، قلت هشيل كمان الرابط بالمره، هشيل كله من الجمله، فهقوم احط الفعل ايه؟ احط له اي ان جي برضه، تمام. هو شال الفاعل وشال الرابط، انا هجيب فعل من عندي او الفعل الموجود في الجمله بقى او في الشوز يعني، فانا احط له اي ان جي، ماشي. فزي المثال ده، فهو عادي جدا ان هو يتحط فايندينج او فاوندينج. فكلمه فاوند دي سيبكم منها، هنستبعدها اصلا، ماشي. فعشان مفيش رابط، طب انا سؤال كده يا منى، انا هعرف منين ان الرابط محذوف؟ ما ممكن تكون جمله عاديه. طيب تعالوا نشوف كده المعنى. بصوا ينفع انا اقول يعني فايندينج يعني بجد وبجد شركته الخاصه، يعني ايه معنى؟ مش ملهاش معنى، تحسوا ان ملهاش معنى في الجمله، يعني انتوا هتيجوا تترجموها هتلاقوا معنى مش متركب. طالما المعنى مش مظبوط او معنى مش متركب، اعرف على طول ان في حاجه محذوفه. ايه المحذوف؟ الرابط. كان يقول بعد ما وجد شركته الخاصه، فهو مثلا شغل بعض الموظفين. كلمه هيرد هنا معناها يشغل او يؤجر، تمام. فهي مش جايه هنا بمعنى يأجر، اكيد هو مش هيأجر موظفينه، يعني هو بيشغل موظفينه عنده يعني في شركته الخاصه. فبعد ما هو اسس ولا وجد؟ ما انا بقى مش عارفه، خدوا بالكم انا دلوقتي مش عارفه كلمه فايند هنا بمعنى يأسس ولا وجد، انا عندي الاثنين، فبرضه مبني على المعنى، تمام. اول حاجه كده ان عرفنا ان في رابط محذوف علشان المعنى مش متركب، تمام. طيب انا بقى عايزه اختار معنى الفعل نفسه، اختار finding ولا founding؟ فانا اشوف المعنى. هو بيقول بقى بعد مثلا نفترض ان اتحذف after، فتعالوا كده عوضوا عنها يعني. فانا قلت مثلا بعد ما هو بعد ما هو وجد شركته الخاصه فهو اجر الموظفين. ينفع وجد؟ لا مش هتنفع معنى وجد. ممكن اقول بعد ما هو اسس شركته الخاصه هو شغل الموظفين عنده، تمام. فهنا جايب معنى يؤسس. طب تصريفات الفعل يؤسس كده ايه؟ founded، صح؟ فالمصدر منه found، وانا هقول founding علشان الرابط محذوف، فبقوم اعوض عنه بالفعل المصدر اللي هو العادي بلس اي ان جي، فاهماني؟ بصوا بقى، عشان في المثال عندي كلمه employees، فانا هتكلمكم عن كل حاجه يعني مرتبطه بكلمه employee. اول حاجه كلمه employee لو هي verb فهتيجي بمعنى يوظف، تمام. امبلوي كده ساده من غير اي حاجه، يعني معناها يوظف. لو انا قلت امبلوير معناها صاحب العمل او صاحب الشغل، الشخص اللي بيعين الناس، صاحب المكان نفسه، صاحب الشركه، صاحب المكتب، صاحب الشغل، صاحب الحاجه عامه، هو الرئيس يعني، تمام. طيب لو انا بقى قلت employment يعني التوظيف نفسه، تمام، دي هتكون النون. لو قلت unemployment معناها كده البطاله،
تمام، عكس كلمه التوظيف، توظيف عكسها كلمه البطاله. تمام. طيب لو انا قلت بقى كلمه امبلوي، امبلوي يعني اي في الاخر، ده بقى معناها الموظف نفسه، ده الشخص اللي موظف ماشي بيشتغل يعني كده في الموظف، يعني في الشركه في اي حاجه بقى. تمام، فده برضو خليكم عارفينها. بس كده الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، معلومات بسيطه خفيفه كده، يا رب يكونوا كلكم فهمتوها. كانت اهم الكلمات، والكلمات اللي كانت فيها شرح وداخل فيها شويه جرامر مع ايه، يعني فيها فهم برضو، مش اللي هو حفظ زي العواميد اللي بتكون موجوده، زي الكلمات اللي بتكون في عواميد. يعني طبعا لازم تكونوا ناقلين الحاجات دي، ودي مش تانية بس، يعني احنا دلوقتي مش بنذاكر عشان تانية بس، احنا بنذاكر ونخليها لتالتة. الحاجات دي الزقوها في دماغكم كده، عشان بجد لازم مهمه جدا، وهنلاقيها في تالتة، بالعكس دي هنلاقي زياده كمان. فانا لما الاقي الحاجات دي او انا ابقى عارفه الحاجات دي من تانية، فطبعا هيوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا ان انا اخد قديم ولا جديد، فاهماني؟ اخد اللي كان عليا السنين اللي فاتت ولا اخد الجديد نفسه، او الحاجات اللي هي زياده عليا، فاهماني؟ فطبعا هيفيدكم جدا. يعني الانجليزي من المواد اللي انتوا لو ذاكرتوها كتير، مش بكتير يعني، لو اهتميتوا بيها فهتفيدكم في تالتة ان شاء الله. تمام، واوعى تنسوا الكلمات دي، خليها في دماغكم كده. اول مره اعمل فيديو عن كده، يعني اول مره اطلع واقول كلمات مش جرامر، كنت دايما بشرح جرامر، فاول مره اقول ملاحظات ما بين الكلمات وكده. فلو عجبكم الفكره دي او استفدتوا يعني من الموضوع اللي انا عملته، فقولوا لي برده، عشان لما ابقى اذاكر يونت 10 او اخده يعني يونت 11 قصدي، يونت 11 و12 بقى، فابقى اعمله هو كمان، يعني يبقى فيديو بعد كده جرامر وفيديو كلمات ماشي زي المدرسين. حاسه والله لازم هفتح منصه بعد كده، او عربي كمان، يعني مدرسه انجليزي وعربي، مفيش حد في الكوكب كده في ثانوي كمان مدرس انجليزي وعربي. المهم ان انتوا تكونوا بتفهموا ماشي. بس فمتنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب القناه، فعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. سلام.